أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة الهجن، في عزبة من العزب المعروفة، عزبة الدكتور الأصايل علي بن رشيد. نرحب بك طويل العمر. الله يرحب بك عوض الله يطول عمرك ويخليك. مرحبا الساعة. حدثنا عن مشاركتك اليوم في جائزة زايد الكبرى والناموس اللي تحقق. والله يطول العمر، هذا الناموس يعني لنا شيء وايد طول العمر. هاي جائزة زايد الكبرى ومشاركتها طال عمرك تعني لنا شيء وايد شرف، وناموسها زيادة وزيادة، وهي طبعا غالية علينا باسم راعيها زايد الله يرحمه ويغفر له. اليوم منحاف ما قصرت وجابت لك الرمز الأول في أشواط اللقاية. حدثني عن استعداداتك وكيف جهزت المطية وكنت متوقع منها هذا الأداء. نعم طبعا بكرة طويل العمر هذه تعتبر صعبة. نحن شاركناها بالعام آخر الموسم وجت الثاني على السيارة بالغلط، ولا هي تاخذ شوط أول مرة تطلع، وقيضناها وحاطين الأمل أن شاء الله تاخذ رمز الكبرى، والحمد لله الله وفق. كيف كانت منافسات الشوط وكيف عديت له مع وجود أسامي كبيرة في الشوط؟ والله طبعا في اسامي ما يستهان بها، ولكن طبعا السبوق ما تخلي شيء، يعني ما عندها مشكلة السبوق. حدثنا عن سلالة منحاف. سلالة طال عمرك ابوها الشاعر بعير العاصفة، ولد بعير دغاش، وامها بعد من انتاج الشيوخ، امها ناقة طيبة. لك علاقة مع الجائزة زايد الكبرى، حدثني عن أول تحقيقك للرموز في جائزة زايد الكبرى. والله طال عمرك الموسم هذا من شاركنا من بداية اليوم، ونحن متفائلين فعل خير. نحن معدين البكر للرمز وركضنا الحقائق، وهو عطنا مؤشر طيب. أتكلم يا دكتور عن الماضي، أول رمز في جائزة والله زايد طال الكبرى. عمرك زايد الكبرى احنا نشارك فيها من زمان، هم اليوم ماخذين فيها رموز وسابقين فيها ونعد لها من سنة لين سنة، وغالي على قلوبنا يعني الشارع. دكتور، أنت مضمر معروف ولك صولات وجولات، ماذا يعني لك كمضمر دعم أصحاب السمو والشيوخ في دولة الإمارات؟ الله يطول عمرهم، مو مقصرين، داعمين دعم زيادة من اللازم، دعم مو بدعم عادي. وين سلامات منحاف بتروح؟ سلامات من الحار طال عمرك تروح لأهل العوير وأهل الهباب كافة، ومحبين شعار منحاف. واحنا نقول لك ناموس دايم، ودائما نجيك ان شاء الله على سبق. الله يطول اعماركم ويسلمكم ويخليكم، ما تقصرون، طول اعماركم، مشكورين.